ازيكم يا حلوين، رجعت لكم تاني بفيديو جديد. ومعايا النهارده هقول لكم ازاي نخزن الرمان بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، يقعد معانا من السنه للسنه، مش هيجراله اي حاجه خالص. وهنعمل برضو عصير الرمان زي بتاع المحلات بالظبط. عايزه اقول لكم ان الرمان فيه فايده عاليه جدا جدا جدا، يا ريت كلنا نجيبه زي، وفي نفس الوقت يعني سعره مش غالي قوي مقارنه طبعا بباقي الفاكهه. فيا ريت تعملوه وجربوا الطريقه دي، وما تنسونيش طبعا في اللايك والاشتراك وكومنت حلو كده، وارفعوا الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. هنا طبعا انا خلصت او فصصت كل الكميه اللي كانت معايا. انا طبعا عملتها عشان ما اطولش معاكم وقت الفيديو. وجبت معايا هنا حوالي 4 أو 5 معالق من السكر. بدأت ان انا اقلبهم كده بكمية الرمان بتاعتي كلها كمادة حفظ فقط مش اكتر. في ناس طبعا بتعصر عليه ليمون، بس انا مش بحط عليه اي حاجة خالص. اعتمدوا الطريقة دي صدقوني، ولا هيغير طعم ولا لون ولا ريحة ولا اي حاجة. وهبدأ كده ان انا احط في الكيس كده على طول، وهبدأ ان انا ابططه الكمية طبعا على حسب افراد اسرتك يعني. وبدأت بقى كده ان انا اخلص كل الكمية اللي معايا. زي ما انتوا شايفين انا عملت حوالي 5 أو 6 اكياس بالظبط من الكمية دي كلها. بنفس الطريقة ببدأ ان انا اشيلها في الفريزر على طول. زي ما قلت لك تقدري تعتمديها من السنة للسنة، مش هيجراله اي حاجة خالص. بس كده انا خلصت الكمية اللي انا هفرزها او اللي انا هخزنها. الباقي بقى ده يلا نشوف طريقة عصير المحلات هتعمل ايه. هنا انا جبت حوالي نص كوبايه من الكركديه، غسلته طبعا حلو قوي. لازم يا جماعه الكركديه يتغسل لانه معرض للتراب والاتربه بره. فغسلته كويس قوي، وهبدات ان انا حطيته كده في بوله، وهنزل عليه بلتر من الميه السخنه المغليه. حابه تغليه على النار تمام، مش حابه ممكن تعملي الخطوه دي هتغنيكي، يعني هتبقى احسن كمان من ان انت تغليه على النار، لان لما بيتغلي على النار لونه بيغمق جامد قوي قوي. فهو ده عايز عصير الكركديه. انما عشان نعمل عصير الرمان فنحط بس او ننقع الكركديه في الميه المغليه حوالي نص ساعه، لغايه لما الميه بتاعتي تهدى خالص ولون الكركديه كله يعني ينزل في الميه. بدأت ان انا حطيت عليه كوباية كمان من السكر، طبعا السكر على حسب الرغبة. وهبدأ كده ان انا اسيبه منقوع لغاية لما المية تهدى خالص واحس ان المية لونها اغمق معايا. هبدأ ان انا اشتغل فيه. كده انا رجعت له بعد نص ساعة، المية بقت حلوة. شايفين اللون اتغير خالص خالص ازاي. هبدأ بقى ان انا اجيب الرمان اللي انا هعمله عصير، وهصفي فيه عصير الكركديه اللي انا عملته. عايزه اقول لكم لونه حلو قوي قوي قوي، وطعمه بجد تحفه. الكل اللي هيشوفه مش هيعرف ابدا ان انت ضايفه عليه كركديه خالص. طبعا بره ما بيعملوش كركديه، بره بيحطوه باللون. بس صدقيني الطريقه دي حلوه قوي قوي في عمايل الرمان بالذات. هنا بقى جبت طبعا هنا شويه من المكعبات التلج، وهسيبهم طبعا عشان تسقع الميه، وفي نفس الوقت تبقى مزوده. بدل ممكن تزودي ميه ساقعه عليهم عشان اللون ما يبقاش غامق معاكي قوي. وتدوقي طبعا السكر بتاعك، لو احتجتي سكر تقدري تضيفي سكر في المرحله دي. انما انا كده يعني انا استكفيت بكوبايه السكر اللي حطيتها بصراحه. مظبوط جدا جدا، وكميه معايا مظبوطه قوي قوي. هسيبه بقى ان هو التلج بتاعي ان هو يفك وان هو يبدا يسقع، وبعد كده هنصب بقى معانا الكوبايات بتاعتي. عايزه اقول لكم العصير بجد رائع. هنا انا قلبت طبعا الكركديه بقى، او قلبت الرمان بتاعي في طبق اصغر شويه عشان خاطر ان انا اعرف اغرف منه او اصب منه على طول. هبدا بقى كده ان انا اصب الكوبايات بتاعتي. عايزه اقول لك عصير منجز جدا جدا جدا، طعمه حلو قوي 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 لكل عشاق الرمان بصراحه. طريقته سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص خالص خالص. زي ما قلت لك هو سعر مهوت جدا في السوق، ولو جبتيه بالجمله كمان هيبقى معاكي فرق شاسع في السعر. هنا خلاص بقى انا غرفت الكوبايات بتاعتي، وادي العصير بتاعي بعد ما صبيته وسقع معايا وبقى زي الفل. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنسيش طبعا تعملي لايك واشتراك. ولو انتي لسه معايا جديده في القناه او اول مره تشوفي فيديوهاتي، اشتركي في القناه واعملي سبسكرايب وشاركي الفيديو مع كل اصحابك عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير جديده، وباي باي.